هستأذن حضراتكم الأستاذ سعيد شيمي أكيد عنده كلمة هيقولها، والأستاذ خالد بشارة أكيد هيبقى عنده كلمة. اتفضل أستاذ سعيد. تسمح لي بس هكمل حاجة اتفضل. صغيرة في كلمتك. فعلا المركز القومي للأفلام التسجيلية والقصيرة تأسس قبل النكسة بشهرين أو 3. ودكتور ثروت عكاشة كان جاب خبراء من الكتلة الشرقية، أنا فاكرهم كويس أوي، خير عارفهم أكيد، نفتي تاني ناسي اسمه دلوقتي، عشان يعلموا السينما التسجيلية والعرايس والانيميشن يعني والعرايس. وأول فيلم اتعمل كان إخراج الأستاذ صلاح تهامي، رايحين نسجل مباراة بين الإسماعيلي نادي الإسماعيلي في إسماعيلية، مش فاكر النادي التاني يعني. وحصل اشتباك في اللعب والجمهور نزل الملعب وحصل خناقات. كل احنا بنصور احنا رايحين نسجل مباراة، فأستاذ صلاح بذكائه راح مسمي الفيلم عندما يلعب الجمهور، وعرضنا الفيلم كان فيه روح ان احنا عاوزين نبين الايجابيات زي السلبيات وكل حاجة.